انا اكتر حاجه بتاثر في ابني الموبايل، وعشان كده دايما بهدده بسحب الموبايل لما ما بيعملش اللي انا عايزاه. امي بتحكي لي انها دايما بتسحب الموبايل من الطفل او تهدده بسحب الموبايل عشان يعمل المطلوب، يهدى، ينام، يعمل الهومورك اللي وراه، ايا كان. والموبال بيبقى اقوى حل، اسرع مسكن، واكتر حاجه محتاجينها واحنا تعبانين. المشكله مش في سحب الموبايل نفسه، المشكلة إن الطفل بيتعلم إن الموبايل ليه قيمة كبيرة وهو أداة الضغط عليه. الموبايل مش عدو، وقضيتي مش في سحب الموبايل في حد ذاته، القضية إن الطفل ما وصلوش الهدف ورا الموضوع ده، ما وصلوش أنا عايزة إيه وإيه هو المهارة المطلوبة منه. وعلشان ما نقعش في الغلطة دي، دايما خلي في اتفاق قبل الاستخدام، مدة الموبايل محددة، وبعد كده التنفيذ بيبقى بحزم من غير صراع. اهتمي بالتنبيه قبل سحب الموبايل بشكل فعلي، استخدمي آلية التدرج الزمني، ناقص 10 دقايق، 7 دقايق، 5 دقايق، دقيقتين وهسحب منك الموبايل. بديل جاهز، يلا نطبخ سوا، يلا عندنا كذا هنعمله مع بعض، حاجات محدده بيبقى عارف انه هيسيب الموبايل ويروح يعملها. ثبات في القرار، حزم من غير لا تساهل ولا عصبيه وتهديد وصوت عالي. مع الاستمراريه الطفل بيتعلم النظام واحترام القواعد. الموبايل في حد ذاته مش مشكله، المهم مش تركيزك على فكره سحب الموبايل، الاهم هو انك تعلمي الطفل المهاره المطلوبه. ولو عايزه تتعلمي اكتر، جهزت لك الكورس المجاني في اساسيات تعديل السلوك، وهتلاقي اللينك تحت في الكومنتات.